خليني أسألك سؤال بسيط جدا، بس غالبا عمرك ما فكرتي فيه بجد. ايه هي الفلوس؟ مش شكلها، مش جنيهات ولا أرقام على شاشة. أنا بسألك ايه حقيقتها؟ انت طول حياتك بتجري وراها، بتتعبي عشانها، بتقلقي بسببها، بس هل حد قالك هي ايه أصلا؟ ممكن تعيشي سنين بتشتغلي وتحوشي وتصرفي من غير ما تفهمي انت بتتعاملي مع ايه، زي بالظبط حد بياكل كل يوم بس عمره ما فهم يعني ايه جوع. الحلقة دي مش عن الفلوس اللي اتعلمناها في المدرسة، لكن عن حقيقة الفلوس اللي لو فهمتيها مش بس علاقتك بالفلوس هتتغير، لكن كتير من قراراتك كلها هتتغير. أنا ريهام، وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الهرمونات والفلوس، وازاي جسمك ممكن يزقك لقرارات انت مش واخدة بالك منها. وفهم ده بيحسس بنات كتير بالراحة، لأن في تفسير لحاجات كانوا فاكرينها ضعف إرادة. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا، حتى لو فهمتي نفسك كويس، لو فهمك للفلوس نفسه غلط هتفضلي بتلفي في نفس الدايرة. ممكن تحوشي وما تحسيش بأمان، تشتغلي وما تحسيش بتقدير، أو حتى تستثمري وما تفهميش انت بتعملي ايه فتخسري فلوسك. ليه؟ لأنك بتطبقي على تعريف ناقص. علشان كده الحلقة دي بنرجع فيها خطوة لورا، مش هنتكلم عن نعمل ايه بالفلوس، لكن عن هي الفلوس أصلا ايه. لو سألتي أي حد ايه هي الفلوس غالبا هيقولك وسيلة تبادل، وده صح، بس ناقص أهم جزء. ليه الفلوس ليها قيمة؟ الجنيه اللي في إيدك مجرد ورقة، لا فيها ذهب ولا فضة ولا أي قيمة مادية حقيقية. طيب ليه الناس بتقبلها؟ الإجابة بسيطة، علشان كلنا متفقين إنها ليها قيمة. يعني الفلوس في جوهرها عقد اجتماعي، ودي فكرة تقيلة شوية بس خليكي معايا. يعني إيه عقد اجتماعي؟ يعني القيمة مش جاية من الفلوس نفسها، القيمة جاية من ثقتنا فيها وإيماننا بيها واتفقنا إننا نستخدمها. وده معناه حاجة خطيرة جدا، الفلوس مش ثابتة، الفلوس بتتغير حسب المجتمع. احنا اتعلمنا ان بداية الفلوس كانت المقايضة، بس الحقيقة التاريخية أعمق شوية. أقدم الأنظمة الاقتصادية ما كانتش قايمة على المقايضة المباشرة، لكن على الدين والعلاقات والثقة. الناس كانت بتسجل مين مديون لمين قبل حتى ما يبقى فيه فلوس، وده معناه إن الثقة سبقت الفلوس. ولما ظهرت العملات قيمتها ما كانتش بس في المعدن، لكن في الجهة اللي ضمناها. يعني من أول لحظة الفلوس بتساوي ثقة منظمة، وده نفس اللي بيحصل النهاردة بس بشكل أكبر. طيب وصلنا لنقطة مهمة، لو الفلوس عقد يبقى بتعبر عن إيه؟ الإجابة إن الفلوس بتساوي قيمة. بس خليني أسألك، إيه اللي يخلي حاجة تبقى غالية؟ ممكن تقولي نادرة، مفيدة، الناس عايزاها، وده كله صح، بس في مستوى أعمق. القيمة مش بتتحدد بإجمالي الفايدة، لكن بالفايدة الإضافية. يعني إيه؟ ليه المية رخيصة والألماس غالي؟ المية أهم للحياة بس متوفرة، الألماس مش ضروري بس نادر. فالقيمة هنا جاية من الندرة، الطلب والإدراك. القيمة مش موضوعية بالكامل، القيمة نفسية واجتماعية كمان. خلينا أديكي أمثلة من حياتنا. الذهب بقى ليه قيمة لأن البشر قرروا كده. النفط ما كانش ليه قيمة لحد ما بقينا محتاجينه عشان نشغل الآلات. أراضي في مصر كانت برخص التراب بقت بملايين لمجرد إن الناس قررت تعيش فيها. وحتى العملات الرقمية قيمتها جاية من إيمان الناس بيها. يعني ببساطة القيمة بتساوي قرار جماعي، وده أهم درس في الحلقة دي، وأهم درس في الاستثمار كمان. مش المهم إن الحاجة غالية دلوقتي، المهم الناس هتفضل عايزاها، وده الفرق بين حد بيجري ورا الترند وحد فاهم السوق. خلينا نطبق الفكرة دي على حياتك مباشرة. كل جنيه معاكي هو جزء من وقتك. لما بتشتغلي انت بتحولي وقتك ومجهودك وطاقتك لفلوس، ولما بتصرفي انت بتبدلي الفلوس دي بحاجة تانية. يعني كل عملية مالية هي تبادل طاقة بشرية. وده يخلينا نسأل سؤال مهم جدا، الحاجة دي تستاهل وقتي؟ مش سؤال تأنيب، ده سؤال للوعي، وده أول تحول حقيقي في علاقتك بالفلوس. وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا، الفلوس اتخلقت كوسيلة مش كهدف، لكن أغلبنا بيتربى على إنه يخليها هدف، فنلاقي نفسنا بنحوش بدون هدف، أو بنصرف لإثبات حاجة إحنا مش عارفينها،
أو بنجري ورا رقم مش فاهمين ليه. ومن أكتر من 2000 سنة الفلاسفة كانوا بيحذروا من النقطة دي، إنك لما تحولي الوسيلة لهدف بتضيعي نفسك. العلاقة الصحية هي إنك تخلي الفلوس وسيلة توصلك لحياة أفضل، مش غاية في حد ذاتها. طيب لو الفلوس بتساوي قيمة وكل جنيه هو جزء من وقتك، ليه في ناس بتعمل فلوس من غير ما تشتغل طول الوقت؟ وليه في ناس تانية بتشتغل طول اليوم ومش بتكسب كتير؟ الإجابة هنا بتغير اللعبة كلها. مش كل قيمة بتتقدم بنفس الطريقة. في نوعين أساسيين من الدخل. النوع الأول وقت مقابل فلوس، وده النموذج اللي أغلبنا عايش فيه. تشتغلي تاخدي فلوس، توقفي شغل الفلوس تقف، وده اسمه time for money. المشكلة إن له سقف لأن وقتك محدود. النوع التاني قيمة قبل التكرار، ودي النقلة الكبيرة، إنك تقدمي قيمة مرة وتتكرر وتجيب فلوس أكتر من مرة، زي محتوى، مشروع، منتج أو استثمار. هنا انت مش بتبيعي وقتك، انت بتبني حاجة بتشتغل نيابة عنك، وده مفهوم اسمه leverage، يعني نفس المجهود بنتيجة أكبر بكتير. وده هياخدنا لفكرة الاستثمار، لأن الفلوس مخزن للقيمة. يعني لما تشتغلي النهاردة وتاخدي فلوس، انت بتحفظي مجهودك لوقت تاني. بس هنا في مشكلة خطيرة جدا. هل الفلوس فعلا بتحافظ على قيمتها؟ الإجابة زي ما احنا عارفين لا، وده بسبب حاجة اسمها التضخم. ببساطة قيمة الفلوس بتقل مع الوقت. يعني لو سبت فلوسك زي ما هي، انت مش بتحافظي عليها، انت بتخسريها بهدوء. وده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم: لو الفلوس نفسها مش ثابتة، يبقى ايه اللي يحافظ على القيمة؟ الإجابة الصريحة: الأصل الحقيقي للقيمة مش الفلوس، لكن مهاراتك، معرفتك، قدرتك على الإنتاج، وفهمك للسوق. الفلوس مجرد وسيط. يعني لو الفلوس راحت بس المهارات فضلت، تقدري تبنيها تاني. لكن العكس مش صحيح، وده يغير طريقة تفكيرك بالكامل. بدل ما تسألي أزود فلوسي إزاي، ابدأي اسألي أزود قيمة اللي أنا بقدمه إزاي. لأن القاعدة واضحة: قيمة أعلى دخل أعلى. لكن ده ما يمنعش إن الدخل ممكن يزيد من غير ما القيمة تزيد، وساعتها بيختفي. طيب ننزل كل ده على أرض الواقع. مش كل الفلوس زي بعض. في 4 أنواع رئيسية. 1. فلوس الاستهلاك: أكل، إيجار، مصاريف يومية ضرورية لكن مش بتبني مستقبل. 2. فلوس الادخار: حساب توفير، طوارئ، بتدي أمان لكن نموها محدود. 3. فلوس الاستثمار: أسهم، عقارات، أصول، دي اللي بتشتغل وتكبر مع الوقت. 4. فلوس بناء الذات: تعليم، مهارات، تجارب، ودي أخطر نوع لأنها بترفع قيمة اللي بتقدميه نفسه، وأحيانا بتكون أعلى عائد على المدى الطويل. السؤال المهم: فلوسك رايحة فين في كل ده؟ خليني أكون صريحة معاكي. إحنا كبنات وستات مصرية علاقتنا بالفلوس فيها تناقض كبير. بنتربى إن الفلوس عيب الكلام فيها، وفي نفس الوقت بنقيم نفسنا والناس بيها، ودي معادلة مرهقة جدا. وفي رسائل كتير اتزرعت جوانا إن الست اللي بتفهم في الفلوس مادية، أو اللي بتتكلم عن مرتبها جريئة بزيادة. بس الحقيقة الوعي المالي مش رفاهية، ده حق أساسي. وكل ما فهمك للفلوس يزيد، كل ما اختياراتك تزيد. التحدي الأسبوع ده بسيط جدا، لمدة 3 أيام، وكل ما تصرفي فلوس اسألي نفسك: القيمة دي كانت تستاهل الوقت اللي ضحيت بيه مقابل الفلوس دي؟ مش عايزين نغير حاجة دلوقتي، بس عايزين نفهم. لو الحلقة دي خلتك تبصي للفلوس بشكل مختلف، شاركيها مع واحدة محتاجة تسمعها. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه عشان الحلقات توصل لناس أكتر. ولو عندك أي سؤال ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. اللي عايزة أوصله النهاردة إن الفلوس عمرها ما كانت الهدف. الفلوس كانت دايما وسيلة، بس وسيلة قوية جدا. لو فهمتيها تقدري تبني بيها الحياة اللي انت عايزاها، ولو ما فهمتهاش ممكن تفضلي تجري وراها طول عمرك. الحلقة الجاية هناخد كل الكلام ده ونحوله لخطوة عملية. هنتكلم عن الطرح العام اللي بيحصل لما شركة تنزل في البورصة لأول مرة، وإزاي ممكن تكوني جزء منه حتى لو بمبلغ بسيط. فاستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.